مم. 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 يعني هي دي رسالة عامة يعني لإدارة الأهلي قبل الجمهور وقبل كل حاجة يعني. التلاتة دول مش بيفكرك بحاجة، يعني أنا بديها لك بدي وبدي وبدي، يعني مش بيفكرك بأي حاجة. هو إيه ده؟ يعني إيه مليون ونص دي؟ إيه ده؟ دي فكة. يعني دي بالنسبة للعيبة عامة والله العظيم كل اللعيبة، وبحلف لكل اللعيبة ده بالنسبة لهم يا جماعة فكة يا إخوانا. أقول لك بلاش، تعالى نمثلها على إحنا. حد بيقبض مرتب، تمام؟ وأنت خدت منه مثلا، جيت خدت منه مثلا 3 جنيه، مش هيحس بحاجه. ان 3 جنيه اصلا، انت لو دخلت اصلا بيها يا سوبر ماركت مش هتجيب حاجه برضه، فمش هتفرق في حاجه عامه. فاللي هو يعني ماشي، فهو مليون ونص. ايه مليون ونص دي؟ تدريبات منفرده؟ ايه تدريبات منفرده؟ يعني اللي هو هيجي هو يبص لهم من طرف عينه، ولا يعني ايه تدريبات منفرده؟ وايقاف اسبوعين، ايقاف اسبوعين؟ ده ايه ده باين على الفيسبوك ده ولا ايه ده يا جدعان؟ ايه يا جماعه؟ ايه العقوبات دي؟ لا، عايزين عقوبات اكتر من كده بصراحه. سيبك من العقوبات. هو العيل ده امتى هيمشي؟ عيل امتى هيمشي العيل؟ انا عايز اعرف امتى هيمشي. يعني عيل يعني ليه كل الاحترام والتقدير، هو شخص محترم وشخص عاقل بالغ كل الكلام ده. لكن في الكوره عيل، في الكوره ضايع، في الكوره كلاعب جامد، كدماغ مفيش. يعني اللي هو انا مش هتكلم على لعيب، هو كاحتراف هو صفر. تمام؟ ان هو اصلا ساب ميتلاند وجه كوبري بقى، مش كوبري، فاهم؟ اللي هو عامه ساب الاحتراف وجه، دي اصلا تبقى قصه لوحدها. تمام؟ وفعلا عمل في ناديه اللي هو المفروض ابن النادي والكلام ده كله في الزمالك كده. امال هو لما يجي عندي فعلا يعمل ايه؟ بس ما علينا برضو من كل ده. اي حد عاقل طبيعي بياخد فلوس، تمام، بيلعب الدنيا قشطه، بيجيب اجوان الدنيا لذيذه، بيعمل اسيستات الدنيا حلوه، الجمهور بيحبه الدنيا جميله، كل حاجه عسل، تمام. لعب مع المنتخب الدنيا في اللالاند، كل الكلام ده. ايه اللي يخلي فعلا عقليه تعمل كده؟ هو ايه السبب؟ يعني العقليه عامه، انت بتبقى عايز اللي هو ايه؟ انت عايز مثلا تبقى ترند ولا شو ولا الكلام ده؟ اصل لو ترند وشو المفروض يبص. يعني اما كل اللعيبه مش محتاجين نحط امثال، يعني مثلا نحط قائمه كامله على اللعيبه وكل الحاجات دي. مش احنا بقى ايه، احنا بقى هنعمل ايه بقى مع عاشور بقى؟ تمام. لو هو او وكيله بقى، فاهم؟ اصل الاقي بوست ايه، وكيله ادم وطني، شويه بوست وكيله احمد يحيى، شويه بوست وكيله مش عارف مين مغربي، وكيله مش عارف وكيله مين. اي بقى من كميه الوكالات اللي موجوده دي كلها، تمام، من كل ده مش قصتي والله يا باشا. انت عايز تمشي وبتعمل كده عشان تمشي، مش هتمشي. طب هتلعب مش هتلعب؟ والله عادي يا اخوانا، يعني ما نعتبره مثلا زي ما كنا بنعمل مع قفشه، ولا مش عارف مع مين ولا مع مين. يعني ايه بنعمل مع قفشه ولا مين؟ هو قفشه كان بيلعب ما بيلعبش؟ تمام. من غير قفشه ما بيعملش حاجه عامه. قفشه راجل محترم، تمام، عاقل، مش حاجه، تمام. بس اللي هو ايه، ما بيلعبش. يعني حسين الشحات ما بيلعبش، ما كانش بيلعب برضه عادي جدا يعني. فاهم؟ في لعيبه ما بتلعبش، في لعيبه ما بتلعبش، عادي. فاهم؟ مش واقف لك اسبوعين بقى وغرامه كذا غرامه يا باشا، واقف براحتك. انت اللي بتحس ان انت لما توقف اللعيب كتير هتلاقي الجمهور بيدبدب، او مثلا ايه، فاهم؟ رايح طوفان عليك في ايه؟ طيب يعني ما توقف اللعيب، ما توقفه تجميد لنهايه الموسم، تجميد شهرين 3 شهور، الكلام ده كله. خصم نص ما تعمل الكلام ده. ايه مليون ونص تدريبات منفرده وكاف اسبوعين؟ كاف اسبوعين؟ تعملوا استدعاء ولي امر بالمره يعني بقى. ايه ده يا جدعان؟ ده بجد والله العظيم ايه؟ هو الموضوع العقوبات في الاهلي نزل قوي كده ليه؟ يا سبع حفيظ في إيه الدنيا بالظبط؟ ايه الكلام بالظبط؟ يعني احنا بنقول كده وسبع حفيظ كان بره النادي كل الكلام ده. بس هو لو ليه سلطه في الموضوع ده، لا مش ده اللي كنا مستنيه بصراحه. لا احنا مستنيين اكتر من كده. ولو هو بيعمل كده عشان نمشي، لا مش هنعيد نفس قاره وسام ابو علي. نفس قاره وسام، يعني بص يعني من 6 شهور بالظبط نفس الموضوع بتاع وسام ابو علي. وسام ابو علي ما يجيش، فتغيب وسام ابو علي، فمش عارف عقوبه ايه، فبتاع ايه، فهنضطر ان احنا نمشيه ونمشيه غصب عننا، فمش عارف كذا. لا 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 لا، مش هنعيد نفس الموضوع تاني. دي كده هتبقى زيطه لكل لعيب هيعمل كده. لا بقى يا جماعه يعني. فلا غلطان. لا عقوبات تبقى كتيره، كتيره وكبيره. مليون ونص اكبر عقوبه في كذا. لا مع الاشكال اللي زي دي ما ينفعش تبقى مليون ونص دلوقتي منفرده. لا زود يا باشا عن كده. اعرض للبيع ده. انت عبد الله السعيد عرضناه للبيع وكل الكلام ده، مش عارف اعرض للبيع ومش عارف بالرقم اللي على مزاجه وكل الكلام ده. انا نفسي اعرف هي العقود اللي عندنا دي طب مزوره ولا ايه الدنيا؟
مش عارف في لعيب مدينا نفس الكلام اللي كنا بنقوله برضه على وسام، مش في لعيب ماضي لي عقد. طب خلاص. ونفس برضه موضوع امام برضه مع ادم وطني برضه اللي كان من 5 شهور برضه نفس الهيصه نفس الفرح. ده لو مش عارف بقى وكيل اصلا ادم وطني ولا احمد يحيى، ما اعرفش اصلا مين من الهيصه دي كلها. بس ايا كان، المفروض اللي هو يعني في عقود، يعني في بنود، عقود بنود مع بعض. فالبند كذا بند كذا بند كذا، يعني مش هينفع يمشي لوحده صح؟ يعني مثلا لو ايه جاله عرض مثلا واحنا رفضناه، مش هيمشي صح؟ في عقوبة علينا؟ لا. طب ما ده بقى، طب ايه الدنيا بقى؟ طب يبقى يعني انا نادي اكون متحكم فيه براحتي؟ ليه في فجأة بقيت بحس ان الاهلي بقى بيتلوي دراعه؟ وسام، امام، مش عارف مين برضو مثلا في نص الملعب. بعد كده كان قبلها رامي ربيع. عارف انت اللي هو بقى فجأة بقت اللعيبه اللي هو ايه، هي لا انا عايز امشي دلوقتي وبالنادي اللي انا عايزه مرتب. يعني هو في إيه يا جماعه؟ هي العقود دي خلاص بقتش ليها لازمه في الكوره ولا ايه؟ ما بقتش فاهم. يا ريت اداره الاهلي اللي بعترت، اللي عارف انت ايه، بعترت الهيبه كلها تمام الاداره دي تمام، ومحدش بقى طايق الاداره دي غير لو الجمهور المطبلات يا عم. تمام. يعني افهموا الشعار ده كويس، وافهموا الشعار ده كويس، وافتكروا الشعار ده كويس. التلاتة دول افتكروهم كويس. فركز دول، وخليك دايما الجمهور بيبقى مع الاداره، دايما الجمهور بيبقى مع النادي وضد اللعيب وضد ضد اي حد. بس فانا مش عارف ايه الخوف من الاداره انها كانت عملت كده، ما عملتش كده في موضوع وسام، مش عايز تعمل كده في موضوع امام. والله اللعيب ده لو هيجيب لي بطوله كاس العالم لوحده من غير ال 11 لعيب التانيين، برضه لا. برضه لا والله، مش احنا الجمهور اللي كده برضه لا. اللي كده مثلا اي جمهور هلهوله بخطين، مش احنا. بس. السلام عليكم.